ده بيهزمني وبيخليني مش واثقة في روحي ومش قادرة أبقى مقبلة كده على الحياة ولا عارفة أعمل علاقات كويسة مع الناس حوالين مني. إزاي أعمل علاقة مع نفسي؟ هبتدي أختار وقت في يومي أقعد فيه مع نفسي في ميعاد محدد، وهقول الميعاد ده بتاعي أنا. هحتاج يبقى في إيدي ورقة وقلم، بحتاج وأنا قاعد مع نفسي أبتدي أفكر إيه هي إيجابياتي وإيه هي سلبياتي، وابتدي أقيم كل جزء موجود في حياتي بالورقة والقلم. حاجة مهمة جدا أنا بحتاج أخد بالي منها في الوقت اللي هقعد فيه مع روحي. أنا بتكلم مع روحي طول الوقت، أنا بحتاج أوعى للجمل اللي بقولها لنفسي. ليه؟ علشان لما بقول كلام إيجابي لنفسي وبشجعني، ده بيدفعني لقدام وبيخليني عارفة مرتاحة في العلاقة مع روحي. ولما بقول لنفسي كلام سلبي وبأنبني، ده بيهزمني وبيخليني مش واثقة في روحي وبيخليني مهزوزة ومترددة ومش قادرة أبقى مقبلة كده على الحياة ولا عارفة أعمل علاقات كويسة مع الناس حوالين مني. فجميل إن أنا أتابع حواري مع نفسي عامل إزاي.